يا مرحبا أستاذة، مرحبا علي مولانا أستاذة. خلوا الطريق شوي نرحبوا في العالم. وأيضا في إطار الملتقى الجهوي الثاني للأنشطة. ذنوبا زادني منهم بدا كنا ما زدت ذنوبا ذنوب لكن بدهم اسم ساكنة بوجدود، ساكنة إقليم بوجدود. بس والله مرحبا. حيدر على مولانا حيدر وانا والعقرب وانا اهل الراقب وحدونا. اولا بغيت نشكركم كرجال ونساء الاعلام اللي جاونا من كل بلاصه، جاونا من بوجدور، جاونا من العيون، جاونا من الداخله، وجاونا من ازرنا. هذا شرف كبير لنا ونكبر بنا، الله يسهل عليكم. ثانيا هذا اليوم تقريبا هو اليوم الرسمي من ضمن فعاليات الملتقى الجهوي المنظم من طرف المجلس الاقليمي تنسيق مع عماله اقليم بوجدور. وهذا اليوم تشرفنا بزياره الوفد الرسمي اللي كيرئيسه السيد العامل والوفد المرافق له. كانت هذه الساحه ساحه عبد الخالق الطوريس حجت عليها ساكنه اقليم بوجدور، قاطبه احياء المدينه كلها جات لهذه الساحه بغات تتفرج، وهي فرحانه بذكرى الخمسينيه للمسيره الخضراء، وفرحانه كذلك بالقرار الاممي اللي ثبت مغربيه الصحراء واعطى الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبيه. هذا كله فرح في فرح، الحمد لله. الله ينصر سيدنا والله يعزه والله يشافيه والله يكمل على جميع المغاربه بالخير واليمن والبركات. شكرا. سعداء بوجدور بالنسخه الثالثه ان شاء الله والجديد. ان شاء الله، ودائما هذه النسخه الثانيه كانت السنه الماضيه النسخه الاولى، واذا اعطانا الله الحياه النسخه الثالثه كان وعد ساكنه بوجدور على انه بفضل سواعد بنات وابناء الاقليم اللي اشرفوا على هذا الملتقى على انه غادي يكون ان شاء الله في منحى تصاعدي دائما من حسن الى احسن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله العروسي المدير العام لمصالح المجلس الاقليمي بوجدور. اليوم كيتعرفوا في اطار الملتقى الجهوي للانشطه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه بوجدور المنظم من طرف المجلس الاقليمي بوجدور بالشراكه مع المديريه الجهويه للثقافه والمديريه الجهويه للفلاحه. هو اليوم الثالث اللي كان متميز بحضور السيد العامل والوفد المرافق له، واللي تمكن من زياره كافه الارواح اللي كانوا في خيام الشعر اللي فيها عرض ديال المنتوجات المجاليه، واستمتعوا كذلك بعروض الفروسيه وعروض الهجن. ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم في البرنامج الاستمرار اليوم الغد، وهذا كامل في اطار الاحتفال بذكرى ال50 عيد المسيره الخضراء مظفره. شكرا. للمزيد من الأخبار الدولية والوطنية لا تنسوا متابعتنا على الموقع الإخباري لو 68 والنت.